السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد البنا، ودي قناتنا الجديدة، وهنبدأ النهاردة أول حلقة من سلسلة افهمها ببساطة. المكان اللي بنفهم فيه الحاجات اللي بتحصل جوانا وحوالينا من غير فلسفة ولا تعقيد. سواء كنت بتحاول تدور على تبدأ إن أنت تبدأ حاجة جديدة، أو بتدور على معنى لحياتك، أو بس عاوز تفهم ليه دايما الساعات الدنيا ما بتمشيش معانا، يبقى أنت هنا في المكان الصح. يلا بينا نبدأ الحلقة، يلا بينا. حلقتنا النهاردة بعنوان: ليه بنفقد الحماس بعد أول خطوة؟ عارف الإحساس اللي بييجي لك دايمًا بعد ما تبدأ أول خطوة، أو إنه أنت ييجي لك النهارده أنا عايز أروح الgym، أنا هابدأ إن أنا أعمل diet، أنا هابدأ إن أنا أدرس حاجة معيّنة، أبدأ إن أنا أعمل حاجة معيّنة، وتبدأ إن أنت مثلًا هادرس حاجة معيّنة، تبدأ تشتري كشكول جديد، تبدأ تجيب الnotebook بتاعتك، وتبدأ تعمل جدول اللي هتشوف فيه النسخة الأفضل منك. هوب بعد أسبوعين بتلاقي كل ده وقف، ويبدأ إن أنت يطلع لك جملة اللي هو إن أنا مش قادر أكمّل. ليه بيحصل ده معانا؟ ده اللي إحنا هنفهمه النهارده في حلقتنا. يلا بينا. ايه اللي بيحصل دايما ما بين اول خطوه وهي الحماس اللي بيجي لنا في التفكير، وما بين تاني خطوه اللي هي دايما ما بتجيش وما بتتحققش؟ اول تفسير عندنا هو المخ البشري دايما مش بيحب المجهود. يعني ايه المخ البشري مش بيحب المجهود؟ يعني المخ البشري دايما بيدور على ان هو يفضل في الكومفورت زون، وهي الراحه. ما بيدورش ان هو يتعب، بيدور دايما ان هو يحول التعب لراحه. انت بتشجعه انك عايز تعب، هو هتلاقيه دايما بيحاربك ان هو عايز يقعد في الراحه. لازم تبقى فاهم دايما مخك ان هو بيشتغل على حاجه زي كده. يعني ايه؟ لما بتبدا حاجه جديده مثلا، أو بتبدأ مثلًا حاجة جديدة، فبييجي لك عندك الحماس، أو الفكرة الجديدة بييجي لك الحماس، والحماس ده بيبعت لك جرعة دوبامين في جسمك، وده هرمون بيتم إفرازه في جسمك. الهرمون ده أول ما بيتفرز في الجسم، إيه اللي بيحصل لنا؟ بنبدأ نحس بانبساط وسعادة، وإن إحنا حققنا حتى نتيجة اللي إحنا عايزينه من قبل ما نبدأ فيها أصلًا يعني. تمام؟ ده الحماس ده بيكون دايمًا زي شحنة بطارية، لكن ما بيكمّلش معانا للنهاية. تمام؟ فهو بيبدأ معاك إن هو يدّيك طاقة في الأول وتبدأ تشتغل بيها، لكن once إن الهرمون ده يبدأ يُقف، إيه اللي بيحصل؟ المُخ بيرجع لطبيعته. الهرمون عايز إيه؟ إحنا قُلنا المُخ بيبقى عايز إيه؟ بيبقى عايز دايمًا راحة. فهيبدأ إن هو يساعدك إن أنت توقّف الموضوع اللي أنت بتعمله وتخش بيه في نقطة الراحة بدل ما أنت بتتعبه معاك. تمام؟ طيب. أول ما بتتحوّل الفكرة من فكرة لمجهود، يعني أنت عندك الحماس والفكرة وجالك الانبساط وكل حاجة، أول ما تبدأ تحوّلها لمجهود، هنا المُخ بيعمل حاجة اسمها إيه؟ اللي هي المقاومة الذهنية، إن هو بيبدأ يقاوم حاجة زي كده. استنى، أنت عايزني أخرج من الراحة اللي أنا فيها وتوديني لتعب كل يوم، مجهود كل يوم؟ ليه يا عم؟ لا أنا حلو أوي كده، سيبني أنا هنا وروح أنت اعمل اللي أنت عايزه يا عم. فيبدأ بقى هو كمان يساعدك إنك تقعد، عايزك تقعد، يقول لك الوقت مش مناسب، استنى بس لما الظروف تتحسن، أصل في حاجة النهارده أولى بس نعملها، أنت النهارده أصلا أنا لسه مش جاي. طلع لك أي حاجة يبدأ يوقفك بيها. ليه؟ لأن هو عايز يفضل موجود في الكومفورت زون، مش عايز يطلع براها. فدايما عشان يفضل في الكومفورت زون لازم ان هو يفضل يحاربك عشان انت ما تطلعوش من الحته دي. دي آلية دفاع عقلك بيستخدمها. تمام. خلينا واقعيين، احنا بنبدا دايما غلط. اغلبنا دايما بيبدا في البدايه بيفكر في الصوره النهائيه. اللي بيبدا عايز يروح الجيم بيتخيل نفسه بالسكس باكس تاني يوم، وده ما بيحصلش. انت مش هيجي لك سكس باكس من تاني يوم، لكن في حاجه اسمها استمراريه. انت النهارده لما بتبدا تشوف حاجه زي كده، قبل ما ابدا ده بيعمل لي فخ نفسي خطير. ليه بيعمل فخ نفسي خطير؟ لان انت النهارده شايف نفسك بالسكس باكس، شايف نفسك ان انت بيج رامي وانت لسه ما بداتش. النهارده تروح تبدا متوقع نفسك بعد اسبوع اسبوعين هتوصل للنتيجه دي؟ مستحيل. اول ما بتيجي اسبوع تبدا ان انت حتى ما مشيتش 10% من الطريق، يبدا ايه اللي بيحصل جواك؟ جسمك يبدا يشوف، يبدا مخك يشوف انا ما وصلتش النتيجه دي، يبدا يحس بيأس، مع ان هو مخ عايز يرجع الكومفورت زون. ده كله بيساعد بعضه ان هو ايه؟ ان يوقفك عن ان انت تكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه. تمام. لازم تبقى فاهم دايما ان انت لما تبدا ما توقفش. حتى لو أنت ما شُفتش النتيجة من البداية، أنت بتمشي خطوة بخطوة. في حاجة دي علماء بيسموها دايمًا وهي فجوة التوقعات. يعني إيه فجوة التوقعات؟ ما بين مخّك اللي بيتوقع حاجة معيّنة لكن ما بيلاقيش النتيجة دي في النهاية. تمام. وده سبب رئيسي إن في ناس كتير بتسيب الهدف حتى قبل ما توصل ل10% منه. دايمًا توقّف عن إن أنت تحلم ب100% من الهدف في الأول، ولكن ابدأ الأول إن أنت تمشي ب1%. الحماس محتاج نظام. يعني إيه محتاج نظام؟ الحماس لوحده عامل زي الشرارة اللي أنت ممكن تولّع بيها نار، لكن مستحيل تقدر تدفّي بيها بيت، أو تقدر تسوّي عليها أكل مثلًا. بس عشان أقدر أسوّي عليها أكل أو أقدر إن أنا أدفّي بيها بيت، لازم أحوّل شرارة الحماس لانتظام أو روتين أو عمل دائم. هنا أنا باقدر إن أنا أنجح في الحاجة اللي أنا عايز أوصل لها. يبقى اللي بيكمّل الطريق هو النظام وليس الحماس. شوف أي حد ناجح في العالم، هتلاقي دايمًا الإنجاز بالنسبة له هو روتين، مش مجرد انفجار طاقة أو حماس بس. يعني مثلًا عندك أمثلة، مثلًا عندك مين؟ عندك مثلًا ستيفن كينج، هتلاقيه بيكتب كل يوم 10 صفحات حتى لو هو ما لوش مزاج. عندك محمد صلاح، هتلاقيه بيروح التمرين حتى لو هو في أيام الأجازة.
بيج رامي ممكن موقف مثلا حاجه بس بيروح يتمرن على طول. ليه؟ لانه عايز يفضل دايما في النجاح، عايز يحافظ على النجاح، عايز يكمل في اللي هو فيه. فانت دايما بدل ما تسال نفسك انا متحمس النهارده، اسال هل عندي خطه تمشي حتى وانا مش متحمس ولا ما عنديش خطه. تمام، خلينا نخش على النقطه اللي بعدها وهي المعنى النفسي العميق بقى. يعني الحماس الزايد في البدايه ساعات مثلا بيخبي خوف داخلي، بنحاول نغطي على الشك بالنشاط، بس اول ما التعب بيجي الخوف بيبدا يظهر. عشان كده اهم حاجه في البدايه مش السرعه ولكن الثبات. يبقى خلينا نعيد النقطه دي، اهم حاجه في اي بدايه هي الثبات وليس السرعه. هي الثبات وليس السرعه. وده السبب ان العلماء بيقولوا دايما التغيير الحقيقي بيجي بعد الملل، مش السرعه في اللي انت بداته وخلاص. اول اسبوعين من اي حاجه جديده دايما دماغك بتبدا تحارب عشان تفهم الحاجه دي، لكن وانس ان هي بتبدا الحاجه تستمر وتتحول ما بين ان انا حاجه جديده بفهمها لروتين اصبح ان هو محتاج مجهود وكل حاجه، هنا بتلاقي المجهود بتاعك بيبدا يقل، المخ يبدا يساعدك بدل ما عندك هنا في النقطه دي. يعني الطريق من الحماس للنجاح هو الصبر مش الدفعه الاولى بس. خلينا نديك خطوات. يعني دايما لما تيجي تبدا اول حاجه ابدا صغير. يعني ابدا بس ب 1%، ما تبداش ب 100%، ابدا ب 10 دقايق النهارده، ما تبداش مثلا بساعه ولا بساعتين كل يوم. قول النهارده مثلا هروح الجيم مثلا هقعد شويه صغيرين، ما تروحش تقعد في الجيم اليوم كله، انت مش هتقدر تكمل على حاجه زي كده. تاني حاجه اكتب انا النهارده ايه التقدم اللي انا وصلت ليه، ما تكتبش النتيجه. يعني مثلا أنا النهارده رحت الجيم، شلت النهارده 12 كيلو بدل ما اشيل 10 كيلو، انا كده شلت 2 كيلو زياده، ده التقدم. ما اروحش اقول مثلا انا شلت بس 12 كيلو النهارده، انا شلت لا 12 كيلو، انا شلت 2 كيلو زياده. الملل دايما خليك عارف دايما ان الملل مش علامه فشل، ولكن ده دليل ان انت وصلت للمرحله اللي هي ما بعد الحماس وانت فيها حاليا. الحماس دايما بيبدا من القلب، الحماس بيبدا القلب، لكن النجاح بيبدا لما مخك يتعلم يمشي، لما مخك يتعلم يمشي من غير ما يستنى القلب. تمام. طيب اما تبدا اي حاجه جديده دايما في البدايه من اهم لحظه الاستمرار اللي بيصنع الفرق. لو فقدت الحماس ده طبيعي جدا، انما لو فقدت الالتزام خليك عارف ان دي نهايه القصه. المطلوب منك النهارده مش ان انت تبقى متحمس، المطلوب ان انت تبقى مستمر، لان اللي بيكسب في الاخر مش اللي بدا اسرع لكن اللي كمل رغم كل حاجه. لو الحلقه دي في نهايه حلقتنا، لو الحلقه دي عجبتك او فادتك او لمستك او استفدت منها اي حاجه، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناه وشير عشان غيرك يستفيد. وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات ايه حاجه انت مريت بيها قبل كده او توقفت فيها او ما كملتش فيها، وايه اللي انتوا عايزين نتكلم فيه الحلقه اللي جايه. واشوفكم تاني الاسبوع اللي جاي، وكان معاكم احمد البنا في اول حلقتنا من سلسله افهمها ببساطه، واشوفكم على خير الاسبوع الجاي، والسلام عليكم.